عند الدخول إلى موقف السيارات في العمل تدرك أنك لا تتذكر الطريق الذي سلكته إلى هناك، وفي حالة ثانية أثناء قراءة قصة تصل إلى ختامها محبطا لأنه ليس لديك أي فكرة عما قرأته للتو، وفي حالة ثالثة وفي منتصف المحادثة تدرك فجأة أنك فاتك ما قاله الشخص الذي يتحدث إليك. هذه الحلقات هي أعراض العقل المشتت. ففي الحالة الأولى كنت تفكر في فكرة مشروع أثناء القيادة، وفي الحالة الثانية كنت تستعيد ذكرى مزعجة أثناء محاولة القراءة، وفي الحالة الثالثة كنت تتخيل عطلة نهاية الأسبوع مع الأصدقاء أثناء محادثة مع زميلك في العمل. سواء سافر العقل إلى المستقبل أو إلى الماضي، وسواء كانت الأفكار التي نقلتك بعيدا مفيدة أو غير سارة أو ممتعة، كانت العواقب هي نفسها. لقد فاتتك تجربة اللحظة كما كانت تتكشف. انجرف عقلك إلى السفر عبر الزمن. يؤثر انتباهنا على آدائنا الإدراكي والعاطفي والقراري والاجتماعي، وبالتالي يؤثر على إحساسنا بالإنجاز وعلى الإنجاز نفسه. وإن التعرض للإجهاد العقلي يؤدي بالفعل إلى انخفاض الآداء مع زيادة شرود الذهن. إذا كان التجوال العقلي في الماضي أو المستقبل هو السبب الجذري للاختطاف المتعمد للذهن، فربما يكون الترياق الأكثر فعالية هو نظام التدريب على حضور الذهن الذي يؤكد على موقف الانتباه المتمركز حول الحاضر. تقدم آلاف المقالات أدلة على أن التدريب على حضور الذهن لتصبح أكثر وعيا يقلل من الضغط النفسي ويحسن الصحة العقلية والبدنية ويخفف من الاكتئاب والقلق والوحدة والألم المزمن. كما تقدم العديد من أماكن العمل والمراكز الطبية الآن برامج قائمة على حضور الذهن لتحسين الرفاهية، وكان هناك انتشار هائل لطرائق التدريب على حضور الذهن أبعد من ذلك أيضا، من خلال التطبيقات والتدريبات غير المتزامنة عبر الشابكة الإلكترونية إلى البرامج الشخصية والبعيدة التي يقودها المدربون. تشير الدراسات إلى أن التدريب على حضور الذهن قد يوفر نوعا من الدروع العقلية خلال أوقات الإجهاد المطول والحاد، ويمكن أن يعمل على تعزيز التركيز. يبدو أنه يفيد كلا من الأطفال والبالغين، مما يؤدي إلى تغيرات وظيفية وهيكلية في الدماغ. يسمح لنا هذا التدريب بالتحرر من العقل المتجول الذي يمكن أن يصرفنا عن المهمة التي نحن نباشرها ويفسد مزاجنا. مع قدرتنا الكاملة المتاحة لنا ستستفيد جميع جوانب آدائنا التي يغذيها الاهتمام، سواء كانت قدرتنا على التفكير أو الشعور أو الاتصال. قد تجلب ممارسات اليقظة الذهنية المؤثرة على تحسين أدائك الذهني في روتينك اليومي فوائد مماثلة لتلك الخاصة بممارسة الرياضة البدنية. في الواقع، كما هو الحال مع التمارين البدنية، فإن تمارين الذهن تحمي من الإجهاد، وكلما فعلت أكثر زادت استفادتك. وكترياق للعقل المضطرب والمزاج السلبي والتوتر، قد تكون لهذه التدريبات العقلية
القدرة على مساعدة الجميع تقريبا على عيش حياة أكثر سعادة وصحة وإشباع. الطلاب أو الرياضيون الذين يرغبون في تعزيز أدائهم، أو الآباء أو المعلمون أو مقدمو الرعاية الذين يرغبون في أن يكونوا أكثر انتباها لاحتياجات الآخرين، قد يجدون جميعا تدريب الذهن مفيدا، غير أن هذا التدريب قد يكون ضروريا بشكل خاص للجنود والمستجيبين الأوائل وممرضات وأطباء الرعاية الحرجة ومراقبي الحركة الجوية، الذين قد تكون قدرتهم على التحكم في انتباههم ورصده مسألة حياة أو موت. التدريب الذهني هو تجربة تنطوي على الانتباه إلى اللحظة الحالية. أثناء التأمل يركز الأفراد انتباههم على شيء معين مثل التنفس أو أحاسيس الجسم أو الأصوات، مع طرد أي أفكار أو مشاعر أو أحاسيس تنشأ أو تطرأ لتشتيت الذهن أو صرفه عن مهمته التي يباشرها. وتكفي 15 دقيقة كل يوم تقضيها في التأمل.